شوف ترى والله المرجعية عندها فطنة مو طبيعية. احنا مرات قد نسيء الظن، ولكن الله تعالى يصحح مداياتنا. يعني في الانتخابات الأولى لما ظهر لنا بطل أبو إسراء، شوف المرجعية الحكمة ماذا فعلت؟ استدرجتها إلى أن سدت الباب بوجهها. أتباع الشيعة هسه هذا سياسي وانتم مرتبطين بالمرجع الأعلى، المرجع الأعلى سد بابه بوجه من؟ بوجه السياسي وما قبله. أنا قبل أيام على الأنترنت ما أدري صحة هذا الخبر، مجموعة من السياسيين يقول جلسنا عند السدس الثاني مجرد ذكر اسم المالك امتعض، قال هذا فاسد. امتعض مرجع بهالأخلاقية يمتعض من ذكر اسم أمانه. سوى بالعراق أنصاره مؤيديه ننطاهم رواتب، قال لك المرجع ناقم خل أرجع الوضع الطبيعي. أقول لك إذا تعارك واختلف مرجع مع سياسي الوضع الطبيعي يا من نكون المرجعية. إذا صرنا ويا السياسيين والله ورانا ضربة من الله تعالى وتانوها، وأتمنى أكون غلطان إذا ما خلى هذا الشعب يندم. مو الفراس تمر مر السحاب، فتح لنا باب أبو إسراء بطل على اليمن، علمنا أجلته إيه ولا البطولة يوميا نسوي له صولة فرسان على اليمن، نسوي صولة فرسان. صولة الفرسان هاي تقتل بها من وتقتل بها داعش. أنت ما سويت صولة فرسان على داعش، سويتها على ابن أجلتك. وصحيح أنا من حقي أسأل أنت كسياسي صرت العراق بزمانك ضاع، مو شلون ضيعتوه؟ لهذا اليوم أوراق التحقيق ما انفتحت أبدا وما راح تنفتح. إذا انفتحت تطيح 100 صماخ وصماخ.